لان انت لا دارس تشريح جسم الانسان ولا دارس الاستخدام والهدف الوظيفي بتاع الحوض الوش. طب لو كانت على ال70 هوطي اكتر فهوجع ظهري، تلاقي كتافك مرفوعه، ده غلط. هل دي ارقام كده وخلاص؟ اقل من كده غلط، اعلى من كده غلط. مدني ودخلت في التشطيب، او مقاول ودخلت في التشطيب. طب انا واحد دارس، ليه عندي اليونت بيبقى على ارتفاعها من ال 85 لحد ال 90؟ هل دي ارقام كده وخلاص؟ معلومه خدتها من سباك؟ لا طبعا. ليه؟ لان انا عارف ان اللي واقف هيعمل كده يغسل وشه. طب لو كانت على ال70 هوطي اكتر فهوجع ظهري، فده غلط. ليه؟ لان انت لا دارس تشريح جسم الانسان ولا دارس الاستخدام والهدف الوظيفي بتاع الحوض الوش. لا، هو المفروض الطبيعي بتاعه على ال90، ما ينفعش اطول من كده. اطول من كده هيبقى قريب لوش على طول، فده ما ينفعش، مش هيبقى مريح، هتلاقيه بيوجع كتافك، تلاقي كتافك مرفوعه، فده غلط. ليه؟ احنا بنحقق الراحه والمرونه والاستخدام داخل الحيز الفراغ بتاعنا. ده شغلانتنا بقى، ده اللي احنا درسناه 5 سنين، ده اللي احنا بنحققه معانا. هو ان اليونت على ال90 ليه؟ عشان لو واطيه هوطي اكتر، ولو عاليه هرفع كتافي، فانا هبقى مش مرتاح. لكن الطبيعي بتاعها على ال90 سم، ومن ال 85 لحد ال90 سم بتاعها. ده بالنسبه للوحده بتاعه الحوض. اقل من كده غلط، اعلى من كده غلط.